لسه مخلص حالا يا اخوانا مسلسل ذا بينجوين. يا لطيف بجد، واحد من اعظم المسلسلات اللي شفتها لدي سي في اخر 10 سنين. مستحيل كنت اتوقع انه هيطلع بالجودة دي، بس سيب الكلام ده للاخر، خلينا نحكي شوية في النهاية. تعرفوا انا عديت لبينجوين انه حرق واحدة وابنها عادي جدا، عديت له لما قتل سال ماروني، او لما قتل البرتو فالكون في اول حلقة، او لما سجن صوفيا وغدر بيها ورجعها تاني للسجن. بس انه يقتل فيكتور ليه بجد؟ ده انا كنت بحبك يا عم، ودي احلى حاجه بصراحه حصلت شفتها في المسلسل. مات ريفز ولورين ليفرانك مصممه المسلسل ده والمخترعه بتاعته حرفيا صمموا للنهايه ان مفيش اي خصله في بينجوين هتخليك تحبه. مفيش هنا ارك خلاص، او شرير مش مفهوم، او شرير اتفشخ من المجتمع زي جوكر خواكين فيليبس، او والتر وايت، او توني سوبرانو. مش هتحب الشرير، هنخليهولك كاريزما، بس مش هننسيك انه حثالة قذر نرجسي اناني قاتل وعدو رئيسي لباتمان. شعار باتمان اللي ظهر في الاخر، عشان ما تنساش ان دي قصة بينجوين بس مش هو البطل، باتمان البطل، والانتقام دلوقتي جاي لبينجوين وهو على القمة. طيب ليه بقى يا معلم بينجوين قتل فيكتور؟ السؤال ده اقوى سؤال تقريبا وهيدور في ذهنك، والاجابه ابسط مما تتخيل. اجابه واضحه اتقالت لنا. على الرغم من ان فيكتور اثبت ولاءه الغير متناهي لبينجوين وانقذه فوق ال10 مرات من القتل، وكان جنبه ومعاه في كل مشهد، وراعى امه، شجعه، كان جنبه لما كانت امه جات لها سكته دماغيه، حرفيا افضل دراع يمين تقريبا في عالم المسلسلات. بس برضه ارتكب جريمه، غلطه لا تغتفر. قال لبينجوين ببساطه انت دلوقتي عائلتي، ماليش غيرك، والعيلة في نظر بينجوين ضعف مش هتخليه يصل للقمة. أمه اتخطفت من صوفيا واستغلوها عشان يوصلوا له، فجروا المعمل بتاعه بالكامل عن طريقها، وخلوا آخر كلماتها ليه إنها بتكرهه بسبب اللي عمله في إخواته. العيلة ورقة تهديد، هو بيحب فيكتور وبيعتبره فعلا عيلته، قتله عشان يتخلص من الضعف ده. في سبب تاني برضو محدش يتكلم عنه بعيدا عن حوار الضعف وإن بقاش محتاج فيكتور، إن ببساطة هو خايف منه. في جوثام كل زعيم عصابة ليه دراع يمين اسمه الملازم بيقوم بمهامه. فيكتور وبينجوين قدروا حرفيا يعملوا انقلاب ويقنعوا الملازمين انهم يقتلوا رؤسائهم وياخدوا مكانهم، والحتة دي بتظهر عبقرية بينجوين يا اخوانا شيطان بالمعنى الحرفي للكلمة، متلاعب وخاين وغدار، ورغم انك عارف انه خاين برضو عنده طريقة في الكلام يقدر يقنعك تاخد صفه. خدع صوفيا فالكون لغاية ما كشفته، خدع سال ماروني رغم انه خانه اصلا قبل كده وانضم لعيلة فالكون ودخله السجن، ومع ذلك خلى سال ماروني يصدقه ويقتنع بيه، وخدع رؤساء العصابات عشان ينضموا لصفه، وبعدها زحلقهم وخلى ملازميهم يقتلوهم. حرفيا دي اكبر خدعه عملها وهو طفل لما خدع امه واقنعها انه هيعيشها الحياه اللي بتتمناها وخلاها تغير رايها وما تقتلوش. دلوقتي بينجوين عارف ومتاكد بما انه دلوقتي بقى الزعيم كبير جوثام واقوى راجل عصابه فيها، فيكتور الملازم بتاعه ممكن في اي وقت يعمل زي باقي الملازمين ويقتله، فوجب التخلص منه على الفور. اسوأ لحظه شفتها لما فيكتور قاعد يتحايل عليه ويقول له ارجوك ارجوك، وبينجوين مكمل في غل بيخنقه ومفيش في عينيه لحظه ندم. حرفيا مش بس مشهد مؤلم ويقطع القلب، ولكن يخليك في ثانيه تقلب عليه وتكرهه من كل قلبك. عارفين ايه اسوأ من اللحظه دي؟ بعد ما قتله طلع محفظته وسرق اللي معاه عشان تبان انها جريمه بدافع السرقه، وخد بطاقته ورماها في النهر عشان لما الشرطه تلاقيه محدش يتعرف عليه، جثه مجهوله ملهاش اي قيمه زيها زي باقي مواطنين جوثام. اللي يخليها لحظه مؤلمه ان فيكتور عاش حياته كلها مضطهد نكره، ابوه وامه اتقتلوا قدام عينيه، ومدينته الفيضان دمرها وعايشين فيها من غير كهرباء، منسيين، محدش مهتم بيهم اكنهم ولا حاجه، ومات بنفس الطريقه اللي عايش بيها، جثه مجهوله محدش مهتم بيها ولا حد هياخد له حقه من حد تلاعب بيه واستغله وطعنه في ظهره من غير لحظه ندم. مشهد مؤلم لاقصى درجه ممكنه. في ناس يا عيني من كتر ما المشهد ده وجعهم بيقولوا ان فيكتور ممكن ما يكونش مات وممكن يرجع تاني كشخصيه فيكتور زاس، واحد من اشرار باتمان في الكوميكس، سفاح سادي بيقتل عشوائي وكل ضحيه بيقتلها بيعور نفسه بعلامه في جسمه. كنت عملت له فيديو كامل هتلاقيه في علامه الاي اللي فوق لو حابب تشوفه. طبعا لو انت مصدق انه هيرجع تاني كفيكتور زاس فانا متفهمك يا اسطى، والله انا عارف انك مصدوم وموجوع من اللي حصل وعايش في حاله انكار، بس مستحيل فيكتور يرجع، خلاص قصته خلصت بدون عداله او الانتقام اللي انت بتتمناه في الحياه كده.
كده فيها الظالم والمظلوم، ومش شرط المظلوم ياخد حقه في الدنيا. نخش بقى على علاقه بينجوين بامه. السبب الوحيد اللي كان مخلي امه جنبه هو انها عندها امل يعيشها الحياه اللي بتتمناها، شقه في الدور العلوي فخمه بتطل على المدينه. طب ليه عايزه تعيش الحياه دي؟ عشان تصبر نفسها مش اكتر. امه مش عايزه تبقى غنيه على قد ما عايزه تحس ان موت ولادها ليه مبرر. يا عيني بتحاول تعوض ولو 1% من احساس الذنب اللي بيقتلها، انها كانت عارفه ان بينجوين قتل اخواته وسابته، فاللي هي بتقول لنفسها ولادي ماتوا، اكيد بينجوين هيعوض غيابهم ويعمل اللي كان ممكن هم ما يعملوهوش لو فضلوا عايشين. بتحاول على قد ما تقدر تلاقي سبب يخليها تكمل مع اللي قتل ولادها، وده اللي هيتقولوا هم اطفال اصلا وهم بيرقصوا سوا. انا ما عنديش سبب اعيش غير ده. شفت نظراته وهو طفل في حضن امه وهو عارف ومتاكد ان اخواته بيغرقوا دلوقتي، وكان في ايده ميه وكان في ايده 100 فرصه يعرف امه، ومع ذلك سابهم يغرقوا عادي جدا ولا كانهم بيتالموا. دي بتبين لك قد ايه هو من صغره وحش شيطان، وكان فعلا امه كان لازم تقتله في ساعتها. طب ليه بينجوين قتل اخواته اصلا؟ للوهله الاولى هتقول عشان هو عايز يحتفظ بحب امه كله لنفسه، خصوصا انها عيلته الوحيده والمفروض هي الشخص الوحيد اللي بيحبه. وبقول المفروض لان ده مش حقيقي، بينجوين ما بيحبش حد يا اخوانا. انا شايف بصراحه ان بينجوين قتل اخواته لسبب تاني، زي ما قالت صوفيا فالكون بالظبط وهي بتواجههم ببعض، بتواجه بينجوين بامه وهي طفله شافت عصفوره بتغذي ابنها الكبير القوي اكتر من ابنها الصغير الضعيف، فالصغير اتغاظ وقتل الكبير عشان ياكل لوحده. انا شايف ان بينجوين قتل اخواته عشان عجزه، عشان اضعافهم، عشان غيران منهم. هو من كتر ما عايز امه تحبه اكتر من اخواته كان خايف اخواته دول يكبروا وينجحوا في حياتهم اكتر منه وامهم تفتخر بيهم اكتر، فقضى على التهديد ده قبل ما يحصل. تفكير غريزي حيواني بحت، مع ان الحيوانات اغلبهم ما بيعملش كده، بس هو فكر بمقولة مفيش مكان للضعيف في وجود القوي، فاما القوي هياكل الضعيف او الضعيف هيفضل في ظله على طول، فمفيش حل للضعيف غير انه يتخلص منه. عجبني جدا لما فيكتور سأل بينجوين وقال له ايه اللي حصل لاخواتك، فرد عليه وقال له المدينة اخذتهم، عشان يحسسه انه زيه، وزي ما فيكتور ابوه وامه ماتوا غرقانين بالفيضان فاخوات بينجوين برضه غرقوا، بس هو اللي حبسهم، ما ماتوش زي ابو وام فيكتور خالص. ده غير طبعا خطابه الملهم لرؤساء العصابة وانهم عايشين على الفتات ولازم يتمردوا وبتاع. بينجوين مش بس بيكذب يا اخوانا، ده مصدق الكذبة دي. كل ما الكذبة دي تبقى في مصلحته كل ما حرفيا هيصدقها ويقتنع بيها وهيعرف يبيعها للي حواليه. طب ليه بقى بينجوين ما بيحبش امه يا معلم؟ والله انا عندي 3 اسباب. اول سبب انه كان حرفيا مصمم على الكذبة وما يعترفش بقتل اخواته، رغم انه عارف انه صوفيا فالكون كانت هتقطع صباع امه، ومع ذلك ما كانش فارق معاه، المهم نظرتها ليه ما تتهزش. اللي هو بيحب حب امه ليه واهتمامها بيه، مش بيحبها هي لنفسها. واللي يثبت لك كده اكتر لما امه انفجرت فيه وقالت له انها بتكرهه من كل قلبها، دي حرفيا اخر كلماتها ليه، ومع ذلك رمى الكلام ده في الزباله وعاش في وهم انها بتحبه، ولولا السكته الدماغيه كانت هتاخده في حضنها. اي هري بيقنع بيه نفسه عشان يتنصل بالكامل من اللي عمله وانه قتل اخواته. هو مش متفهم من وهو طفل صغير ان قتل اخواته دي جريمه اصلا، شايف الموضوع عادي، المهم امه ما تعرفش عشان ما تكرهوش. بالعكس ده خلى البت الشمال اللي يعرفها تلبس زي امه في اخر الحلقه وتقول له الكلام اللي عايز يسمعه، زي انا بحبك وفخوره بيك والكلام ده. وده يثبت لك اكتر انه علاقته بامه علاقه غير سويه، مش علاقه ام بابنها، لا تحسه علاقه زوج بمراته، خصوصا انه من صغره كان عايز يراعيها، ودايما لما امه بتجيب سيره ابوه بيتغاظ وبيقول لها انا مش زيه، انا قد كلامي مش بدي وعود وخلاص. مقارنه نفسه بابوه تخليك تشوفه عنده عقده اوديب زي ما قال فرويد، علاقه مريضه وغريبه بامه كانها شريكته مش امه، وتعلق زايد لدرجه غريبه. واللي يثبت لك اكتر واكتر انه اناني وما بيحبش امه هو انه في الحلقه السابعه لما امه كانت بتفقد تركيزها والزهايمر بيسيطر عليها، خلته يوعدها ان لما المرض ده يسيطر عليها بالكامل وعقلها يروح يقتلها، لان افضل لها تموت على انها تعيش معاه بدون كرامه. ومع ذلك لما جات لها سكته دماغيه فضل انه يخليها عايشه وما يقتلهاش، لانه اناني ما بيفكرش غير في نفسه، عايزها تفضل موجوده جنبه حتى لو في غيبوبه، مش مهم كرامتها، المهم هو. حد خد باله من الدمعه اللي نزلتها امه في اخر الحلقه وهم في الشقه وبينجوين بص لها وقال لها ايوه هي دي دموع الفرحه، عيشتك في المكان اللي بتحلمي بيه وظبطتك اهو، انبسطي يا امي. وانا متاكد انه عارف ان دي مش دموع الفرحه، دي بتعيط عشان عايزه تموت بعد اللي حصل، بعد ما شافت اخواته غرقانين. دي اخر حاجه شافتها قبل ما تقع، بعد ما قالت له انها بتكرهه. كل حاجه اتكشفت على الترابيزه، وادركت اخيرا ان مهما بررت، مهما مثلت، مهما حاولت، عمرها ما هتسامحه على اللي عمله في اخواته، والسنين دي كلها كانت بتضحك على نفسها. انا عارف انه عارف كده كويس، ومع ذلك نرجسيته مخلياه مقتنع انها مبسوطه وان الدموع دي دموع الفرحه. نخش بقى على صوفيا فالكون، اللي بالمناسبه كريستينا عملت اداء اسطوري للشخصيه دي،
رائع بالمعنى الحرفي للكلمة. تنضم صوفيا فالكون للضحايا بينجوين اللي تعتبر اكتر واحدة بينجوين دمرها حرفيا. فتن عليها لابوها وخلى ابوها القاتل يلبسها جرايمه ويحبسها في اركم 10 سنين كاملة من العذاب والألم النفسي والجسدي. ولما خرجت قتل اخوها الوحيد اللي كانت بتحبه في العالم ده، خده منها بمنتهى القسوة وعمل نفسه حليف ليها وصديقها. واول ما بقت تثق فيه تاني غدر بيها واكتشفت انه بيتعاون مع العدو. ومش بس كده، حتى لذة الانتصار سحبها منها وقلب الكل عليها، وبدل ما يقتلها، خصوصا انها ساعتها كانت خلاص مستسلمة لقدرها ومقتنعة انه هيقتلها ومتقبلة المصير ده، لا ده خدعها وخلاها يتقبض عليها ولبسها حرفيا كل الجرائم اللي عملها، بما ان كده كده الناس شايفاها مختلة ومجنونة، ورجعها للعذاب تاني في اركم. كلمة دمرها قليلة على اللي عملوا فيها. حتى لما حبت تتخلص من سيطرة ابوها وتعلن تمردها عليه وتحرق بيته بالكامل عشان تتخلص من ذكراه وقبضته عليها وتسيب الحياة دي وتسافر، برضه اذاها ومنعها انها تسيب جوثام، اللي هو طول ما انت عايشة وبتتنفسي هعذبك. بس دمرها بجد. مصير بالنسبة لها اسوأ من الموت، انك تعيش متعذب على ايد اكتر واحد بتكرهه في اكتر مكان بتكرهه وبتتمنى الموت كل يوم. ده بيخلي بينجوين شرير مثالي. في النهاية بنشوف جواب جايلها في أرقم من شخص اسمه سيلينا كايل، تدعي إنها أختها الغير شقيقة. طبعا احنا عارفين مين سيلينا كايل دي كات وومن، وعارفين إنها فعلا بنت فالكون وأخت صوفيا. فأعتقد اللقطة دي بتحضرنا للي جاي. صوفيا فالكون هيكون ليها دور كبير قوي في اللي جاي وتأثير قوي جدا على الجزء التاني من باتمان، وهنشوف تعاون ما بينها وما بين كات وومن، وإزاي صوفيا فالكون هتقدر يعني ترد ولو جزء بسيط من انتقامها لبينجوين. في النهاية بنشوف بينجوين في بدلة فخمة وعربية فخمة. اخيرا بقى الزعيم، وصل للمكان اللي وصل لها في الكوميكس، وجنبه ايف البنت اللي بيحبها لابسه لبس امه وبتقول له اللي عايز يسمعه. لو انت فاكر، فايف اصلا هي الشخصيه اللي عرفت صوفيا مكانه وساعدتها انها تخطف امه انتقاما من بينجوين انه ضحك عليها وجاب لها مشاكل. اخر مشهد في الحلقه بنشوف شعار باتمان، ونوعا ما بنعرف ان باتمان الجزء الثاني هيكمل على احداث مسلسل بينجوين. وهنا يبقى السؤال، لو بينجوين بالشر ده، جوكر العالم ده هيكون ازاي؟ يعني جنون الجوكر هيوصل لفين وهيعمل ايه وايه الجرائم البشعه اللي ممكن يرتكبها؟ متحمس فشخ للجزء الثاني من باتمان يا اخوانا، واتمنى العالم ده يكبر. انا من الناس اللي كانوا بيشككوا في مسلسل بينجوين، وكنت حاسه هيبقى حلب الفيلم باتمان وملوش اي 30 لازمه. دخلت وانا مش مطمن، ومع اول حلقه اتفرجت عليه انبهرت. مسلسل حرفيا رائع في كل حاجه، اداء عبقري من كولين فارين في شخصيه بينجوين اللي يخليني اشوفه واحد من افضل اشرار باتمان ومن افضل الاشرار عموما. افضل شرير تقريبا في الشاشه الصغيره شفناه في عالم دي سي، وممكن كمان في عالم مارفل. ما شفتش شرير اقوى من كده في التلفزيون مش في السينما. ده غير ان الميك اب، شكله، طريقه لبسه، كلامه، العرجه بتاعته، كل حاجه لايقه عليه. انت اكنك واخد بينجوين اللي في الكوميكس مطلعها في الحقيقه. اداء رائع برضو من كريستينا في دور صوفيا فالكون، خصوصا في الحلقه الرابعه بتاعتها وشفنا الاوريجين ستوري تبعها. اداء رائع من فيكتور اللي كنت حزين عليه جدا وام بينجوين. بس اللي بيميز المسلسل ده هو مستوى الكتابه اللي انا شايفه ابداع رهيب. ده مستوى كتابه يا اخوانا من شخص عايز يقدم قصة محترمة، مش بيحلب شخصية بينجوين وباتمان وخلاص. شخص تحدى نفسه وقدم لك شرير حقيقي بدون اي جانب يخليك تتعاطف معاه وخلاك تشجعه وتكرهه في نفس الوقت. قصة بعد فيها عن مصيدة باتمان وما استغلش اسم باتمان عشان يبيع. بلوت تويستات في كل حلقة احسن من اللي قبلها. مستوى ذكاء الشخصيات بيزيد مع الاحداث وجودة القصة. اوريجين ستوري محترمة جدا جدا لبينجوين، ونهاية فوق الرائعة. مسلسل تحفة هيصدمك وهيأثر فيك وهيزعلك وهيغيظك وهيطلعك بتسقف وبتتمنى تشوف حاجه في مستواه. لورين ماكفارين ومات ريفز ابدعوا، بالذات لورين لان ده مسلسلها اصلا. هي صانعه المسلسل، صانعه دارسه كويس الشخصيه، فاهمه قصتها، والاهم من كل ده هي فاهمه كويس الناس عايزه ايه وتحققت لهم اللي هم عايزينه بالظبط. بجد عملت مسلسل حلو جدا وتستحق الاشاده من اغلب الناس اللي اتفرجوا عليه. تقييم المسلسل بينجوين ككل هو 10 من 10، واتمنى العالم ده يستمر ونشوف ابداع اكتر وقصص تانية لباقي اشرار باتمان اللي كتير منهم يستحقوا قصصهم ومهدور حقهم بشكل كبير. قول لي رايك في الكومنتات يا معلم، وكالعاده ما تنساش تعمل لايك، اعمل سبسكرايب، اعمل لي فولو سريع على الفيديو لو حبيت الحلقه وحابب المحتوى. ما تنساش تعمل فولو سريع على الانستا برضو، وبيس.